بالحاجات المولعه ما تدوقش الفلفل ده. بفكر كده الطبق خلص، والله لسه ما خلص. فكرت كده في الطبق لقيت حاطين رز بسمتي يفصل ما بينهم بعيش سوري، تطلع مع بطاطس وتوميه وطحينه وتوميه عاديه وتوميه سبايسي طبعا. ما انها عزماني فانا طمعت شويه، دخلت لك في جانب الكريبين. اصلا ما كنتش قايل لحد اللي انا هتصور، فالكميه اللي هتنزل دي هي اللي هتنزل لكم بالظبط. طلبت كريبين مشكل لحوم وكريسبي، وده منظر اللحوم على الجريل كده بعد ما يغرقها لك في الجبن الموتزاريلات والصوصات. هنا الجبنه كانت بتمز وتلز كده بطريقه مش طبيعيه، شايفين الوش؟ بعد كده بيغرقها لك جبنه كمان على الجريل، وهوبا يهجم الكريب فيها من على الوش، يطلع منظر العظمه اللي انتوا شايفينه ده. الحته دي خطفت قلبي بقى بطريقه مش طبيعيه. بدات باول كريب وهو كريب المشكل لحوم. انا اقول لك بقى ده محشي ايه بالظبط غير السيحان اللي انتوا شايفينه من على الوش ده، وده بيبقى محشي صدق ولحمه مفرومه وبسطرمه وجبن من جوه، والفينش بقى جبن من على الوش. دخلت على تاني حاجه وهو كريب الكريسبي اللي متغرق في الجبن والحركات. هو نفس الحشو، بس الفرق اللي ده كريسبي ومتغرق اكتر في الجبن والبسطرمه والخضار، وحاطين عليه صوص باربيكيو من جوه. انا ابتديت اقول ود كده، غرقت فيه الصراحه من